حبيبي عبادك يا رب. النهاردة احنا في مسجد أثري، أول مرة حد يسمع عنه. وعشان نعرف تفاصيل أكتر يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. المسجد اللي احنا فيه النهاردة كان في بدايته عبارة عن مدرسة قبل ما يتحول لمسجد تقام فيه الصلاة، وكانت المدرسة دي مساحتها 684 متر وبتضم مساكن للمتعبدين تسمى رباط علي ابن أبي طالب، وكان فيها سبيل وكتاب، ودول تم تجديدهم وضمهم إلى المدرسة. ويذكر أن المدرسة تم بناؤها سنة 848 هجرية 1444 ميلادية، وكانت عبارة عن مساكن للصوفية والسبيل والكتاب وخانقاء. والخانقاء هو المكان اللي بينقطع فيه المتصوف للتعبد والاستغفار، ودي كان بيتم مراعاتها عند تخطيط المسجد بحيث يحتوي على غرف يختلي فيها المتصوف للعبادة، ودي عرفت في العمارة الإسلامية باسم الخلاوي. والمسجد هو عبارة عن صحن مغطى به إيوانات، أكبرها إيوان القبلة اللي فيه محراب من الحجر به عمودين لهم شكل معماري مميز، وبجواره منبر من الخشب المزخرف على هيئة أشكال هندسية ذات طابع خاص. وتعتبر النقوش الموجودة في المسجد سواء في سقف الصحن أو الإيوانات من أجمل النقوش الموجودة في المساجد المملوكية، ده بالإضافة إلى لمسات الجمالية الموجودة خارج المسجد اللي بتتنوع بين تلابيس رخامية وكتابات بعض آيات من القرآن الكريم. وللمسجد مأذنة بتتكون من 3 طبقات، حلية الطبقة الوسطى فيها بتلابيس رخامية على شكل رؤوس أسهم، وهي يبلغ طولها 9 أمتار وربع تقريبا. ويضم المسجد ضريح لصاحبه، واللي يقال انه كان شخصية متسلطة بيسجن كل من يعارضه في سجن اسفل الجامع، حتى ان نهايته شخصيا كانت داخل سجن تم ايداعه فيه حتى الموت. وعلى الرغم ان صاحب المسجد لم يكن قاضيا، الا ان المسجد في فترة تاريخية معينة كان موجود فيه قاضي شرعي يحكم بين الناس، وده اللي خلى الناس تطلق على المسجد اسم يجمع بين مقيم المسجد ووظيفة القاضي. يا ترى عرفتوا احنا كنا فين النهاردة؟ احنا كنا في جامع القاضي يحيى زين الدين وسط القاهرة. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، وياريت ما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات، والسلام عليكم.